هو انت بتحبيه ولا متعلقه بيه؟ انا اقول لك الفرق. واحد، الحب مش اناني والتعلق اناني. لو بتحبيه بتبقي بجد عايزه تبسطيه، بصرف النظر هيبقى معاكي او مش معاكي، انت بجد عايزاه هو اللي مبسوط. اما التعلق انت بتبسطيه بس عشان ما يسيبكيش، عشان يعاملك حلو، عشان ما يشوفش غيرك، يعني عشان انت اللي في الاخر تتبسطي. اتنين، الحب تحرير والتعلق سيطره. الحب بيخلي الواحد حر كده، طليق على طبيعته، يعيش حياته، يرجع يحكي لك من غير ما يبقى شايل هم انك هتنكدي عليه عشان سابك ونسي. اما التعلق بتبقي مسيطره عليه، خانقاه، عايزاه يفضل معاكي وما يتبسطش غير معاكي انت بس. رقم 3، الحب مريح اما التعلق مرهق. في الحب انتوا تمام مرتاحين، كل واحد فيكم بيبقى احسن نسخه من نفسه عشان التاني في حياته. اما التعلق عطله، من كتر تركيزك عليه بتتعطلي، ولا قادره تركزي مع نفسك ولا قادره تطوري في حياتك. 4، الحب أبدي أما التعلق عابر. الحب بيعيش في القلب، يعني حتى لو سبتوا بعض هتفضل كده ذكرى حلوة ما بينكم، تفتكريه وتبتسمي تتمني له الخير. أما التعلق فغالبا فترة وبتعدي، وفي الأغلب بيسيب أثر وحش في النفس، لأنك بتبقي دايما حاسة إنه ما ادالكيش اللي انت تستحقيه أو اللي كنت متوقعة منه. وفي الآخر ربنا يكفينا شر التعلق بما لم يكتب لنا.